نهائي كأس إفريقيا لتويج المنتخب المغربي، ولا حسد، احنا ما نحسدوش بصحتهم. المنتخب المغربي آخر تتويج أظهر مرة أخرى أنه الأقوى إفريقيا، فاز تقريبا بكل الألقاب: جائزة أحسن لاعب، جائزة أحسن حارس، جائزة أحسن مدرب، جائزة أحسن فريق، وفاز بالأداء والنتيجة بعد أن سحق الجميع. تصريح خطير من علي بن شيخ اللاعب الجزائري السابق، صدمة وانهيار وبكاء في الإعلام الجزائري بعد فوز المغرب على السنغال وتتويجه بكأس إفريقيا. اللي حصل بعد نهائي كأس الأمم الإفريقية لم يكن عادياً. المغرب يفوز على السنغال، يتوج باللقب القاري عن جدارة، والمشهد ينقلب رأساً على عقب في الإعلام الجزائري. صدمة، ارتباك، وانهيار واضح في التحليلات. لكن وسط كل ده خرج صوت واحد مختلف، صوت صادم، صوت قال الحقيقة بدون حسابات. إنه علي بن شيخ نجم الجزائر السابق. ولكن قبل ما نبدأ، لو انت فخور بالمنتخب المغربي وبتتويجه التاريخي، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واكتب في التعليقات ديما مغرب، ولا تنسوا تعطروا أفواهكم بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. بعد صافرة نهاية النهائي ومع احتفالات المغرب بالكأس الإفريقية، اشتعلت الاستوديوهات وبدأت محاولات التقليل، البحث عن أعذار، التشكيك. لكن فجأة خرج علي بن شيخ بتصريح قلب الطاولة وأغلق كل الأبواب. علي بن شيخ قال بصوت واضح وحاسم: لازم نقول الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة، المغرب استحق اللقب، واللي ما يعترفش بده يبقى بيضحك على نفسه. التصريح نزل كالصاعقة، صدمة على الهواء مباشرة، ارتباك في الوجوه ومحاولات مقاطعة فاشلة. لكن بن شيخ واصل كلامه بدون تردد وأضاف: المغرب لم يفز بالحظ، ولم يفز بالتحتيم، ولم يفز بالمجاملات، فاز لأنه كان الأفضل والأكثر تنظيما والأقوى ذهنيا. وهنا بدأت مظاهر الانهيار في الإعلام الجزائري، أصوات تعلو، تحليلات مرتبكة، ومحاولات لتغيير الموضوع. لكن الحقيقة كانت أوضح من أن تخفى. علي بن شيخ تابع وقال: منتخب المغرب لعب كرة قدم حقيقية، يعرف متى يضغط ومتى يدافع، يعرف كيف يدير المباريات الكبيرة، وهذه علامة الأبطال. وأكد أن الفوز على السنغال في النهائي لم يكن أمرا سهلا، بل إن المغرب واجه منتخب قوي، لكنه كان أكثر نضجا وانضباطا. ثم انتقل للحديث عن التنظيم المغربي، واصفا ما حدث في البطولة بأنه رسالة قوية لكل إفريقيا. وقال: من حيث التنظيم، الملاعب، الأمن، الجماهير، الاستقبال، المغرب قدم بطولة تدرس. وأشاد بجودة وجمال الملاعب المغربية، مؤكدا أن أرضية الملاعب ساعدت على تقديم كرة قدم راقية. وأضاف: هذه ملاعب منتخبات كبيرة، مش ملاعب أعذار. كما تحدث عن الإقامة والفنادق، وقال إن كل البعثات كانت في ظروف مثالية، وهذا لا يحدث إلا في بلد يحترم ضيوفه ويعرف قيمة الحدث. ثم عاد علي بن شيخ للحديث عن قوة لاعبي منتخب المغرب، مشيدا بشخصيتهم داخل الملعب، وقال إن المغرب يملك جيلا لا يخاف، لا يرتبك، ولا ينهار تحت الضغط. وأضاف: الدفاع المغربي صلب، الوسط ذكي، والهجوم يعرف متى يقتل المباراة، منتخب متكامل. وأكد أن لاعبي المغرب بيلعبوا بروح جماعية، بدون أنانية وبدون نجومية زائفة. وقال: تشعر أن كل لاعب يعرف دوره ويحترمه. بعدها خص بالكلام وليد الرجراكي، واصفا إياه بأحد أفضل المدربين في إفريقيا حاليا. علي بن شيخ قال: الرجراكي مدرب كبير، يعرف كيف يواجه المنتخبات القوية، ويعرف كيف يحضر لاعبيه نفسيا وتكتيكيا. وأضاف: هذا المدرب صنع فريق له هوية، والهوية هي سر أي نجاح. ثم انتقل للحديث عن فوزي القجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم المغربية، وقال: إن ما يعيشه المغرب اليوم هو نتيجة مشروع طويل وليس وليد الصدفة. وأضاف: عندما تكون هناك إدارة قوية ورؤية واضحة، فالنتائج تأتي، والمغرب مثال على ذلك. ولم ينسى علي بن شيخ أن يوجه تحية خاصة لملك المغرب، مشيدا بالدعم الكبير لكرة القدم والبنية التحتية الرياضية. وقال: واضح أن هناك دعم من أعلى مستوى، وهذا ما جعل المغرب يصل إلى ما هو عليه اليوم.
وختم علي بن شيخ تصريحاته بكلمات أوجعت الكثيرين، لكنها كانت صادقة: المغرب اليوم لا يحتاج شهادة من أحد، الكأس تتكلم. وفي المقابل، الإعلام الجزائري يعيش حالة صدمة وانهيار، لأن الحقيقة ظهرت، ولأن الإنجاز كان أكبر من أي محاولة للتقليل أو التشكيك. وهكذا يكتب التاريخ: المغرب بطل إفريقيا، بالكرة، بالتنظيم، وبالاحترام. وفي الختام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، واكتبوا في التعليقات: ديما مغرب. ولم يكن من الممكن أن يتحدث ساديو ماني عن هذا الإنجاز المغربي التاريخي دون أن يتوقف طويلا عند العقل المدبر وراء هذا النجاح، المدرب المغربي وليد الركراكي، الذي وصفه بأنه واحد من أفضل المدربين الذين واجههم في القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة. ساديو ماني قال إن وليد الركراكي لم يحقق هذا الإنجاز بالحظ، بل بعقلية واضحة وشخصية قوية وقدرة كبيرة على قراءة المباريات. وأضاف: الركراكي يعرف كيف يدير التفاصيل الصغيرة، يعرف متى يضغط ومتى يغلق المساحات، ويعرف كيف يزرع الثقة في لاعبيه. وأكد أن مدرب المغرب نجح في صناعة منتخب متوازن يجمع بين الصلابة الدفاعية والذكاء الهجومي وبين الانضباط والروح القتالية. وقال إن مواجهة المغرب كانت من أصعب المباريات في مسيرته مع السنغال. وأضاف: المنتخب المغربي يلعب بروح مدربه، منظم، هادئ، واثق، ولا يستفز المنافس، وهذه علامة الفرق الكبيرة. ثم انتقل ساديو ماني للحديث عن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، معتبرا إياه أحد أهم الأسباب فيما وصل إليه المغرب اليوم، ليس فقط في هذه البطولة بل في مسار طويل من العمل والتخطيط. ساديو ماني قال: عندما يكون هناك مشروع واضح وإدارة قوية تعرف ماذا تريد، فالنتيجة تكون هكذا. المغرب مثال يحتذى به في إفريقيا. وأكد أن ما قام به فوزي لقجع من تطوير للبنية التحتية ودعم للمنتخبات واستثمار في كرة القدم انعكس بشكل مباشر على مستوى المنتخب المغربي وعلى الصورة المشرفة التي ظهر بها في البطولة. وأضاف: هذا النجاح ليس نجاح لاعبين فقط، بل نجاح منظومة كاملة تعمل بصمت منذ سنوات. ولم ينسى ساديو ماني أن يوجه كلمة احترام وتقدير لملك المغرب، مشيدا بالدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة وكرة القدم في المغرب. وقال إن ما شاهده على أرض الواقع يعكس اهتماما حقيقيا من أعلى مستوى في الدولة. ساديو ماني قال: واضح أن كرة القدم في المغرب تحظى بدعم كبير من القيادة، وهذا الدعم هو ما يصنع الفارق بين بلد يشارك وبلد ينافس ويفوز. وأكد أن الاستثمار في الملاعب والتنظيم والأمن والاستقبال لا يمكن أن يتم دون رؤية واضحة وإرادة قوية، مؤكدا أن المغرب اليوم يقدم نموذجا ناجحا في كيفية توظيف الرياضة لخدمة صورة البلد وقيمه. وفي رسالة أخيرة قال ساديو ماني أن هذا التتويج المغربي يجب أن يكون مصدر إلهام لباقي المنتخبات الإفريقية، وأن الاحترام والعمل والصبر هي الطريق الوحيد للنجاح الحقيقي. وختم حديثه بكلمات مؤثرة قال فيها: المغرب لم يفز بالكأس فقط، بل فاز باحترام القارة كلها. وهنا تنتهي قصة نهائي لن ينسى، نهائي كتب فيه اسم المغرب بحروف من ذهب، على أرضه وبجماهيره وبتنظيمه وبمنتخب يستحق. وفي الختام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وكتبوا في التعليقات: ديما مغرب.